We hate you and your actions. The followers of Prophet eradicate you from this world. Gerçek manada faşistsin. Вы фашисты в истинном понимании этого слова. Вы самое настоящее звено в нацистской цепи. К сожалению, все эти нападки начались с провокации от французского лидера, которому нужно проверить свое умственное состояние. Я призываю людей: не приносите прибыль французским производителям, не покупайте их товары. محمد رسول الله. ای محمد تو فرستادی. والذین معه، این کسانی که همراه پیامبر یعنی صحابه، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و علی، سعد و سعید و طلحه و زبیر و سایر الصحابه رضوان الله علیهم اجمعین، اینها چی خصوصیاتی داشتن؟ محمد چه کار کن؟ اشداء علی الکفار رحماء بینهم، با کفار سختگیر باش، رحم و شفقت و ترحم بین هم دیگر دار. و قاتل المشرکین کافه، بکشید مشرکین را مثلی که شما را میکشند. این آیه قرآن هست. با کفار منافقین سختگیر باش، واغلظ علیهم، سختگیر باش، طرف کافر نخند، با کافر روی بازی نده، با کافر شمشیر را نشان بده. آیه دیگر خداوند در سوره محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید: فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. الله اکبر. اینا کنی قول شافعی نی مالکی نی حنبل نی یک دیگه، اینا قول خدایه. ای کسانی که با کفار روبرو شدید، لحظه‌ای که با اونها می جنگید، در آن لحظه فضرب الرقاب، گردنهایشان را بزنید. Мы не должны никого просить, никого умолять оставить нашу религию. Мы требуем, заявляем и говорим, что мы не позволим никому оскорблять чувства верующих, а тем более наговаривать на нашего любимого пророка Мухаммада. Что бы нам это ни стоило. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله. Мы мусульмане. Если мы видим жестокость, мы пытаемся остановить ее своими руками. Если не хватит сил, попытаемся словами. А если и это невозможно, будем молиться сердцем. Хвала Всевышнему, наши руки могут до вас дотянуться. Уведите этого монстра. Не забывайте, если где-то есть жестокость, там будет Османская империя, и она сделает все, что сможет, чтобы закончить с этой тиранией.
والنبي أكرم صلى الله عليه وآله وسلم لبيك لبيك اللهم رسول الله أنت خاتم الأنبياء والمرسلين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقوم الحبيب المصطفى بأبي وبأمي وبروحي ويقول نعم أنا لها أنا لها أنا لها. فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لله جل وعلا ثم يفتح الله علي من المحامد وحسن الثناء ما لم يفتحه على أحد من قبل فينادي علي ويقول يا محمد